السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي واخواتي؟ النهارده ان شاء الله هعملكم فيديو جديد. هو منيو الاسبوع. زي ما عودتكم كل اسبوع بنزل لكم فيديوهات جديدة لمنيو الاسبوع، يعني اكلات جديدة، اكلات اقتصادية موفرة وهتعجبكم باذن الله. مستنية رايكم في الكومنتات، وما تنسيش اللايك بايديك الحلوة وكومنتي كده وكلمة حلوة برايك. تمام. انا من كل اسبوع ان شاء الله هنزل لكم منيو الاسبوع في اكلات قبل كده كنت منزلاها. شوفوا، خدوا كده جولة في القناة وشوفوها واختاروا منها اللي يعجبكم. تمام. يعني عندكم على القناة 3 فيديوهات لمنيو الاسبوع. تمام. اكلات اقتصادية موفرة، ويعني عاوزة اقول لكم موفرة جدا. حتى يعني الحاجة اللي هي العالية بنعملها، مثلا زي الحواوشي، زي اللهم صل على النبي الهمبرجر بنعمله اقتصادي، وبرضه في اللحوم بس اقتصادي وبيعمل كمية اكتر. يلا نبدأ الفيديو. معايا اول اكلة اللي هي كانت يوم السبت. عملنا طبيخ، تعمل اي طبيخ انت عاوزاه نفسك فيه. عملنا النهارده ان شاء الله يا بنات البسلة. عاوزه اقولكم احنا بنحب البسلة جدا، ممكن نعملها يومين في الاسبوع. فعملنا بسلة مع الجزر. تمام. وعملتي معاها رز. اللهم صل على النبي. قطعتي منها طماطم، ممكن الطماطم دي تعملها مخلل. تمام. وكان في شوربة وكان في كمان مخلل. تمام. لو حابة تقلي بطاطس او كده يبقى الف هنا وشفا. تعالوا نيجي الاكلة التانية. هي كانت شاورما يا بنات. عاوزة اقول لكم كنت عاملة صدر واحد شاورما، تبلته زي ما انتوا شايفين كده، سيبته نص ساعة في التتبيلة ورحت حطاه على النار معاه فلفل وبصل. تمام. عاوزه اقول لكم اللهم صل على النبي، الصدر ده عمل معاه 9 سندوتشات من هو العيش القيصر. طبعا بقى بتعملي معاه بطاطس مثلا، لو ممكن تعملي معاه بتنجان وسلطه ومخلل. تمام. شلوحتي كده زي ما انتوا شايفين الشاورما. ممكن تقطعي اللحمه اصغر من كده اللي تحبيه. عملتي بصلايه كبيره، ممكن تعملي بصلتين كمان. وكمان بروح حاطه الفلفل. تمام. وافضل كده اشوحهم مع بعض لما البصل تدبل. طبعا احنا حطينا عليه البهارات، مش هنحط بهارات تاني. تمام. وبألف هنا وشفا. أكلة اقتصادية، كمان هتزودي معاها بطاطس وتعملي معاها سلطة. فالأكلة كده ايه ما شاء الله ممكن تكفي 4 أفراد. زي ما قلتلكوا كنت عاملة منها 9 سندوتشات من هو العيش القيصر. تمام. ممكن تعملي معاها يا بنات اللهم صل على النبي، ممكن تعملي معاها مكرونة محمرة. تمام. انتوا شايفين دي السندوتشات دي بقى بعد ما الشاورما بردت وكده. تعالوا بقى تالي اللهم صل على النبي. تالت يوم عملتي سمك مشوي. طبعا انت بتحبي تعملي اي سمك انت بتحبيه، تعملي مقلي صينيه، اي حاجه انت بتحبيه. عملتي معاه حاجه كده مش تخطر على بالك والله. قولي انتوا بتعملوا كده مع السمك ولا ايه؟ كنت مستعجله وبعدين عيالي كانوا عاوزين الاكله دي، فانا قلت هعملها مع السمك. وهي المكرونه محمره، مكرونه بالصلصه. عملت مكرونه بالصلصه. تمام. ومحشي محشي ايه بس، مكرونه بالصلصه. عفوا يا بنات، مكرونه بالصلصه. اللهم صل على النبي. والسمك المشوي والسلطه. لو عاوزه تعملي جنبيها بطاطس محمره ماشي، ولو عندك مخلل بألف هنا. تمام. دي تالت يوم يا بنات. طبعا انتي بتحبوا الرز، اعملوا رز بالبصل او رز بالشعريه عادي يعني. سنة كان اولادي كان في اليوم ده عاوزين مكرونه، فرحت عامله لهم مكرونه مع الايه، مع السمك والسلطه والبطاطس محمره. انتوا شايفين كده. مستنيه رايكم. هحط بقى ما كنتش عملت دقه ولا كده، كنا مستعجلين بقى وكنت عامله الغدا متاخر، فرحت حاطه شويه كمون على ملح وكزبره كده على السمك. رابع يوم. اليوم ده يا بنات كان عامله عدس، وطبعا عيالي مش بياكلوا العدس، فرحت عامله لهم طبق كده ايه، رز معمر. الطبق دي يا بنات ممكن لو فرد كبير تمام او طفلين صغيرين، الطبق دي حلو يعني ليهم وكده. عاوزه اقول لكم العيش دي كل ما يسخن العيش البلدي دي لازم يتحرق من النص. عارفه ليه؟ المهم طماطم بقى وخيار وليمونه عشان العدس وكده، وبطاطس محمره. طبعا العدس كنت حاطاه يسخن وكده، فكان لسه مش سخن، كان جو ساعة بقى، وعاوزه ايه يعني ايه اسخنه على النار واروح حطاه. دي بصلايه قلت كده ايه اقطعها على بال ما ايه العدس يسخن. اليوم ده كان عندي برد فقلت هعمل معاه بصل واعصر ليمون.
طبعا الرز معمر عاملة معاه ايه، حاطة معاه عسل وكده عشان الاولاد يعني وكده. عاوزة اقول لكم العدس ده جميل جدا، عملته مع رز، حطيت عليه رز، احط على البصلة يا بنات شوية من الخل كده وعصرة ليمونة، نص ليمونة كده، واقلبهم مع بعض. تمام. العدس اهو. انا ما بحبش العدس بالشعرية. كان في حصل لي كده حاجة مش عاوزة اتكلم فيها علشان وانا حامل كلت شعرية وحصلت حاجة. فمن يومها بقى وانا ايه، اول 3 شهور بقى انتوا هتعرفوا لو يعني لما بتاكلي حاجة وانتي حامل في اول 3 شهور ايه اللي بيحصل يعني، وانتي مش الحاجة دي مش على نفسك، ايه اللي بيحصل اهو اللي حصل كده. فمن يومها بقى وانا ما بحبش الشعرية خالص، ممكن اكلها مع الرز كده يعني، تكون الشعرية خفيفة مع الرز، انما الشعرية كده لوحدها كنت بحبها جدا، اعملها مسكر من ساعة اللي حصل ده وانا ما بحبهاش. فعملت مع العدس رز او ممكن لسان عصفور. تعالوا بقى اشوف القمر ده، بسم الله ما شاء الله، شوية فطير مشلتت عسل. عملت بقى في اليوم اللهم صل على النبي الخامس ده فطير مع عسل وبطاطس. تمام. وطلع الفطيرة من اللهم صل على النبي من الفرن، بروح حطها كده معلقة قشطة على الوش، واروح مغطياها بكيسة كده يا بنات، مغطياها عشان ايه تتري معايا. تمام. كانت حلوة جدا، كنت عاملة فطيرتين في اليوم ده. فبروح مغطيها في كيسة كده، ولما تعمل لما بتتري بروح شايلة معاها شوية عسل، وممكن تحمري معاها بطاطس محمرة. لو عندك بقى جبنة حادقة ممكن تحطي جبنة حادقة، عسل بطحينة، بيض مسلوق، بألف هنا وشفا. تمام. كان مورق وكان جميل جدا. دي كانت حامية، كنت لسه مطلعاها من الفرن ومش كنت عارفة ايه اقطعها معاكم. دي كانت بردت شوية، دي ان انا مقطعاها دي. شايفين بسم الله ما شاء الله. جربي واعملي في البيت، ما تقوليش انا ما بعرفش اعمل الفطير ولا اي حاجه، لا جربي مره واتنين وهتطلعي استاذه في الحاجات دي. مش كنت متخيله جدا ان انا ممكن اعمل الفطير دي والله يا بنات، بس انا جربت مره واتنين والحمد لله نجح معايا. فانتي جربي واعملي وان شاء الله، يعني مش تقولي راح اشتري اسهل ولا كده، لا جربي واعملي بتطلعي من احلى اكل من ايدك. اليوم الخامس هو كان محشي يا بنات. كنت عامله محشي كرنب بقى، ايه اساس الشتا، ملك الشتا العدس والمحشي. كنت كده عامله شويه محشي كده سخنين يا سلام، مع شويه شوربه لسان العصفور، وديكوا في حته تانية خالص، يدفوكي كده وانتي قاعده. فعملت محشي زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. انا ما بحبش المحشي يكون فيه طماطم كتير. تمام. بحبه خفيف كده، ما بكترش الطماطم في المحشي، عشان كده هتحس ان هو ابيض. مش عارفه مين كان ماما بتقولي انت بتعملي المحشي ابيض مش بتحطي عليه طماطم ولا ايه كنت منزله صوره فهي شافتها يعني. انا ما بحبش المحشي، ما بحبش طماطم كتير على المحشي، بحس ان هو تقيل كده. انا بحب يعني الرز والخضره وكده تكون ايه طماطم خفيفه كده. معاها بقى مخلل وطماطم. تمام. اللهم صل على النبي. وخيار وشويه الشوربه، ودي كان ايه وركين. احنا بقى بنقسم الوركين دول على قدنا كده، وبألف هنا ومشي حالك وايه. تمام. يعتبر دي أكلة اقتصادية يعني 5 أفراد، بنقسمهم على بعض وكده. شايفين بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا، اتفضلوا عندنا يا بنات، والله أكلة زي العسل تستاهل بقكم. سفرة زي العسل، المحشي والفراخ وشوربة لسان عصفور والمخلل والسلطة. لو عندك ملوخية بتعملي ملوخية. تمام. تعالوا بقى اليوم السابع، وهو همبرجر. برجر يا بنات الفراخ الاقتصادي. هتلاقوا طريقته عندي على القناة يا بنات، شوفوا كده ابحثوا كده، خدوا جولة في القناة هتلاقوا الفيديو ده.
عملناه بالبطاطس والفراخ. تمام. عايزه اقولكم الصدر واحد عمل لي كميه كبيره جدا، بسم الله ما شاء الله، غير اللي في الطبق ده كمان، وغير اللي كانت فيه على النار، وغير غير اللي انا عاملاه ده كمان، دي كله من صدر فرخه. شوفوا الفيديو وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. عملت بقى مع زيتون وفلفل وطماطم كده. ايه رايكم؟ مستنيه رايكم بقى في الكومنتات، وايه رايكم في المنيو بتاعي؟ منيو اقتصادي موفر، مش في حاجات اوفر اللي هي الغاليه ولا اي حاجه، بتاكلي ولادك اللي نفسهم فيه من غير ما تحسي بمصاريف، من غير اي حاجه. يعني برجر اهو، ولادك عاوزين برجر يا ماما، هتجيبي لهم صدر فرخه وزود عليه بقى ان كان مقسومات عندك او بطاطس مسلوقه مع البهارات وكده، وتظبطيها بألف هنا، وتواكلي عيالك ومش تخليهم نفسهم في اي حاجه خالص. تمام. في فكرة يا بنات، كنت حابة انا اقول لكم عليها، انا اللي عاملاها. ان انت تجيبي مثلا تعملي مفارش ثلاجة من غير ما تروح تشتري. ودلوقتي بقى انتوا عارفين الدنيا غالية وكده، فتلاقي كل حاجة غالية. فانا جبت الفكرة دي، ان شاء الله هبقى اعمل لكم في فيديو. استنوني الايام الجاية وتشوفوا فيديوهات حلوة باذن الله.